بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب محمود، والنهاردة هنعرف كل أحوال الكرة المصرية من خلال مباريات الأهلي والزمالك والأندية الأخرى. النهاردة هنشوف ونحكي الأحداث اللي حصلت في مباراة الزمالك والمريخ السوداني اللي اتلعبت في ليبيا، واللي انتهت بنتيجة التعادل السلبي. ودي نتيجة فعلا مخيبة للآمال بالنسبة لنادي الزمالك، اللي كنا بنتمنى ان هو يفوز بالثلاث نقط تعويضا عن المباراة بتاعة شباب بلوزداد اللي فاتت، واللي خسر فيها 3 نقاط على أرضه وبين جمهوره نتيجة الهزيمة ب1-0. النهارده المباراة كانت حماسية جدا، وكان فيها مجهود، وكان فيها لعب كورة، وكان فيها نشاط. نادي المريخ ظهر بمظهر قوي جدا مخالف لكل التوقعات. احنا قلنا ان نادي المريخ السوداني من الانديه الضعيفه في المجموعه، لكن اتضح ان هو نادي كبير، نادي عنده لعيبه قويه جدا، نادي بيعرف ينقل الكوره، بيعرف يخلق مساحات، بيعرف يوصل للجون. كانوا هيحرزوا اهداف كتيره في الزمالك لولا محمد عواد. النهارده كان يعتبر النجم الاول في المباراه او رجل المباراه، لانه حمى الزمالك كتير جدا نتيجه الهجمات الشرسه جدا اللي كان بيقوم بيها نادي المريخ السوداني. نادي الزمالك مش عارف في ايه الايام دي فعلا. الاحداث والتطورات اللي بتحصل داخل النادي والقلق الكتير قوي جوه النادي ده بيخلق حاله من عدم الاستقرار ادت للنتائج الغريبه اللي بتحصل، وخصوصا في افريقيا وفي المباريات اللي بيبقى فيها حكام اجانب او حكام غير مصريين. كلنا شفنا الزمالك وسموحه، وشفنا فعلا الحكم ابراهيم نور الدين، وازاي انه يعني بالمعنى الاصح كده انه بوظ مباراه الزمالك وسموحه حسب ضربه جزاء عاليه تماما من الصحه. ده كمان في الباك اليمين بتاع الزمالك الجديد اللي هو محمد طارق، ده كان يستاهل الطرد في الدقيقه حوالي 9 لما دخل بوش رجله في قصبة رجل مدافع سموحة وعدت حتى بدون انذار. الزمالك بقى له 7-8 مباريات ما بياخدش انذارات على الاطلاق، لعيبته ما بتاخدش انذارات على الاطلاق. اللعيبه متدلعه جدا، اللعيبه لازم يتحسب لها بلانتي في اول المباراه عشان يفتحوا نفسهم على الفوز وحظ ال3 نقط في اي مباراه. نتيجه كده ان اللعيبه خدوا قسط من الراحه النفسيه ان هم لازم ينزلوا يكسبوا. كل كرة يجروا على الحكم، كل كرة يجروا على الحكم. يا جماعة علموا اللعيبة ان في حكام يعني شرفة ما بيخلش عليها الشقلباظات اللي بيعملوها جوه منطقة الجزاء عشان ياخدوا بلانتي. الحاجات دي ما بتخلش على الحكام الافارقه والحكام الاجانب، هي بتخيل على الحكام المصريين اللي بيفوتوها بمزاجهم، لكن ما بتخلش على الحكام الثانيه. اللعيبه خدت على كده، خدت ان هو لازم في كل مباراه يا اما طرد لعيب من الفرق المنافسه، يا اما ضربه جزاء تحتسب ليهم في اول المباراه تفتح نفسهم بقى على انهم يكملوا المباراه ويحرزوا اهداف وكده يعني، ويكسبوا المباراه زي ما حصل في مباراه سموحه. كانت نتيجه كده ان الزمالك ظهر بمستوى سيء جدا جدا في كل المباريات الافريقيه. احنا عندنا دلوقتي 8 مباريات افريقيه خدها الزمالك في اخر 8 مباريات، لم يفز في اي منها، وفي 3 هزايم. حاجه غريبه جدا، دول على ايد الحكام الافارقه الحكام الاجانب. لكن الحكام المصريين طبعا الزمالك واخد دوري السنه اللي فاتت واللي قبليها. ازاي ما تعرفش يعني، ما تعرفش ان بطل الدوري ازاي يطلع من دوري المجموعات من اول كده مباراتين 3 بتظهر الرؤيه على طول. معنى كده ان اللي بيحصل في داخل الدوري المصري مش في خدمه الزمالك ومش في خدمه الكره المصريه بصفه عامه. لما يبقى نادي مصري الواحد يتمنى فعلا ان هو يشرف الكره المصريه في المحافل الافريقيه، ويحصل فيه كده يتهزم جوه ارضه. ويا جماعه احنا ما بنتكلمش حاجه بره الواقع، احنا بنتكلم في واقع، احنا مش بنقول حاجه بنتجنى على حد، لا احنا بنتكلم في واقع فعلا. الحكام المحليين الزمالك ما شاء الله 3 و4 وبيفوزوا ب 100 بيطلع بره في افريقيا مفيش خالص، هزايم وتعادلات وحاجات كده مش كويسه. يعني في مباراتين اهو في دوري المجموعات، اول مباراه هزم وثاني مباراه خد نقطه، يعني من 6 نقط حصد نقطه واحده. احنا بنتكلم بالبراهين وبالدلائل وبالحسابات، ما بنقولش حاجه مش موجوده، ما بنقولش حاجه مش حاصله. نتيجه كده ان فعلا حصل ان الزمالك بقى لعبه بشكل عشوائي، لعبه بيعتمد اولا واخيرا على حمايه الحكام ليه،
ودي النتيجه، ان بعد مباراتين عنده نقطه واحده، مهدد بقوه انه يخرج من دوري المجموعات للسنه الثانيه على التوالي وبشكل مخزي جدا. بعد المباراه طبعا حصلت خناقه كبيره جدا بين شيكابالا وبين فيريرا المدرب البرتغالي، اللي بعد ما مشوه رجعوه تاني. انا عمري ما في حياتي ما شفت يمشي مدرب ورجعوه تاني. طب ازاي؟ ما هيرجع وهو مش مرتاح، هيرجع وهو مش مبسوط، هيرجع وهو عايز ينتقم من الفرقه اللي هي مشيته. المدرب سمعه، هم لما يمشوه خلاص سمعته راحت، فبيرجعوه تاني. هو راجع عشان ينتقم بقى، يعني هو بالظبط كده عدل ينتقم. يعني ازاي ان هو بعد ما مشوه يرجعوه تاني، وبعدين يعني يجيبوا اسامه نبيه مدرب مساعد يخلوه منافس ليه يقعد معاه على الدكه ويعمل. فشكل مش ظريف جدا ادى اللي احنا بنشوفه دوت، ان هو النتائج بدات في الاهتزاز، ولولا الحكام المسانده كانت حصلت مشاكل كبيره جدا. زي ما قلت لحضراتكم، الزمالك في الاونه الاخيره واخد على يا اما يتحسب له ضربه جزاء في المباراه، يا اما يطرد لاعب من اللعيبه من الفريق المنافس، وده طبعا شيء غير صحي ادى للنتائج اللي احنا بنشوفها وهنشوفها طول ما الحال كده، حال الزمالك مع الحكام داخل الدوري المصري. طبعا ناهيك بقى عن موضوع ان احنا تسجيل اللعيبه الثلاث لعيبه اللي هو اشتراهم، ومحاوله التسجيل بعد تاريخ انتهاء بعد 31 يناير، محاوله التسجيل محاوله خاطئه جدا وغير صحيحه على الاطلاق، ولو حصل دوت هتؤدي الى الغاء الدوري المصري، وهتبقى مشكله كبيره جدا جدا لا يحمد عقباها يعني، ويمكن كمان الدوري يتلغى وهتبقى في مشكله، وهندخل في حاجات كتيره وفي حوارات ما كانش المفروض تحصل. انت عندك وقت معين لتسجيل اللعيبه، انت ما رحتش تسجل اللعيبه دي، يبقى ايه مشكلتنا؟ ايه التبعه اللي على اتحاد الكوره او التبعه اللي جت على بقيه الانديه؟ انت عملت مشكله وبترعى المشكله وبتكبر المشكله وبتعمل المشكله من لا شيء، عندك وقت. ما الاهلي وكل الانديه جابت لعيبه وسجلت اللعيبه في الوقت المحدد وانتهت الموضوع سهل جدا، ما فيهوش كل المشاكل اللي السبب فيها نادي الزمالك. دي احوال الكره مع نادي الزمالك. نروح بقى على احوال الكره النظيفه، الكره الجميله، الكره المشرفه فعلا، والنادي الاهلي واللي هيلعب ان شاء الله مع الهلال السوداني باذن الله في اولى مباريات في دوري المجموعات. المباراه الاولى كانت مع القطن الكاميروني، ولكن لظروف اشتراك الاهلي في كاس العالم للانديه اجلت، وهنلعب اولى المباريات مع الهلال السوداني داخل مدينه الخرطوم في السودان، في استاد الجوهره الزرقاء، اللي هو هيبقى بدون جمهور. وبدون جمهور ليه؟ عشان الاستاد مش مستعد لاستقبال المباريات بالشروط اللي املاها عليه الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي كان عامل عده شروط لسلامه الجمهور. نادي الهلال النادي بتاعه في العاصمه الخرطوم ما قامش بالواجبات ديت، فبالتالي منعت الجماهير انها تبقى موجوده داخل الاستاد. هيتلعب ان شاء الله اللقاء الساعه 3 العصر باذن الله. نتمنى ان الاهلي يفوز، لان المباراه الاولى انتهت بهزيمه الهلال من صن داونز الجنوب افريقي نتيجه 1-0. الهلال طبعا جوه ارضه، الاهلي ما فاز عليه ابدا في خلال المباريات في الدوري الافريقي للانديه. عمر الاهلي ما فاز على الهلال جوه ملعبه. ان شاء الله تحصل النهارده باذن الله، والاهلي يحقق اول فوز على الهلال السوداني باذن الله. الترتيب للمباراه طبعا كان فيه النهارده التدريب الاخير صباحا، وان هم خلاص استعدوا للمباراه اللي هتقام زي ما قلت لحضراتكم الساعه 3 عصرا. كان في مفاضله من كولر بين محمد شريف وبين كهربا لقياده خط الهجوم. في كاس العالم للانديه كان في مبادله بين محمد شريف وبين كهربا. معظم المباريات يا اما محمد شريف يا اما كهربا كان راس حربه، فالنهارده بيعتمد على واحد منهم ان هو يبدا، بس اعتقد انه مع الوقت ان شاء الله يبقى في تغيير برضه، يلعب يا اما كهربا يا اما محمد شريف اللي هيبدا، وهيبقى في بديل ان شاء الله. وكولر برضه بيفكر يا جماعه انه يلعب بثلاثه في خط الارتكاز اللي بيغيب عنه عمرو السوليه للاصابه. هيلعب بثلاث لعيبه، لانه برضه ما يضمنش الهجوم اللي ممكن يحصل من نادي الهلال. نادي الهلال نادي كبير ومتصدر الدوري السوداني، فمن الاساسيين اللي موجودين عنده حمدي فتحي واليو ديانج، دول اثنين بتوع الارتكاز المضمونين قوي. طبعا عمرو السوليه مش موجود، فهيختار واحد بقى من بين مروان عطيه ومحمد فخري
واحمد القندوسي اللاعب التونسي الجديد، بس ممكن يستبعد احمد القندوسي لانه لسه ما توأمش مع الفرقه، ما اتدربش كتير مع الفرقه، ما خدش كتير على اللعب بجانب اللعيبه، فممكن ان هو يعتمد على حمدي فتحي وديانج، وممكن معاهم مروان عطيه يا اما محمد فخري، عشان يضمن ان في خط وسط مدافع. ممكن برضو المباراه تبقى توصل لدرجه ان هم يبقى فيه هجوم كبير جدا من الهلال، يبقى فيه خط وسط مدافع قبل الخط الدفاع الاساسي. المباراه زي ما قلت لحضراتكم في استاد الجوهره الزرقاء في الخرطوم، وان شاء الله الاهلي باذن الله يفوز في المباراه ويرجع بثلاث نقط ويبقوا اول 3 نقط في دوري المجموعات باذن الله. عايز اقول حاجه بسيطه قبل ما نختم، ان كهربا اللاعب المحبوب جدا لدى جماهير النادي الاهلي اتغير كتير قوي يا جماعه، وده ظاهر على مستواه. يعني كهربا لما يحط لنفسه صوره على الانستجرام ويقول فيها من توكل على الله حق التوكل واجتهد منحه الله البصيره والتوفيق وسخر له الظروف والعباد فسير كل شيء لصالحه. لما كهربا يكتب الكلام ده يا جماعه يبقى فعلا اللاعب ده بدأ فعلا يبقى معجون بميه الاهلي، معجون باخلاقيات الاهلي. كان لعب فتره في انبي، فتره في الزمالك، فتره في غيره، يعني ما خدش القيم والمبادئ بتاعت النادي الاهلي، لكن دلوقتي كهربا بحب الجماهير ليه وبالمستوى الراقي اللي رجع ليه خد نظام وصبغه النادي الاهلي، وانه فعلا بدا يتقرب من ربنا عز وجل، وبدا ان هو حتى تغريداته وكلامه كله بقى مبقاش زي الاول، ما بقاش ان هو بيحاول ان هو يعمل اثاره، بيعمل مشاكل، بيتكلم كلام ملوش لازمه، لا كل كلامه دلوقتي بقى محسوب عليه، بيتكلم كلام كله كلام العقلاء. يعني نتمنى ان طبعا كهربا يستمر في هذا المضمار عشان يواصل تألقه ويواصل نجاحاته مع النادي الاهلي، وان شاء الله نشوف مباراه حلوه جدا ان شاء الله الساعه 3 ضد الخرطوم السوداني في السودان، وباذن الله نرجع بالثلاث نقط باذن الله عشان نكمل المسيره، والمباراه الجايه مع القطن الكاميروني باذن الله المباراه المؤجله يبقوا 6 نقط، وباذن الله نواصل ونوصل باذن الله للنهائيات وناخد كاس البطوله ان شاء الله باذن الله. مبسوط جدا ان كنت مع حضراتكم النهارده، ودايما على لقاء مع ملعب محمود، وما تنسوناش يا جماعه في اللايك وفي الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.